عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وبخير. في فيديو اليوم باش نشارك معكم تخطيط شهر مارس. في البداية كيف العادة لازم وقفة مع أحداث شهر فيفري. طبعا تقييم شهر فيفري لازم يكون بعيد عن اللوم، عن جلد الذات. الهدف من العملية هذه هو معرفة الأسباب اللي عاونتنا ولا اللي وقفت قدام تحقيق أهدافنا. شهر فيفري على قصره كان امتداد لشهر جانفي بالنسبة لي، بنفس انشغالاته بنفس الضغوط متاعو. حافظنا على الخرجة العائلية وكانت في الشهر هذايا المعرض الوطني للكتاب التونسي. الأهداف الصحية كانت ما في الأول، لكنها في الأسبوع الأخير تفرست شوية. بالنسبة للمجال العقلي كانت القراءة متنوعة، وسجلت اسمي في النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للمطالعة. بالنسبة للقناة ما نزلتش برشا فيديوهات، كان مبرمج اني باش ننزل فيديو قراءات شهر جانفي. ان شاء الله باش ينزل على القناة هو وقراءات شهر فيفري. بالنسبة لشهر مارس يتزامنوا 20 يوم من شهر هذايا تقريبا مع شهر شعبان، وهذا اللي يخليه خاص ومميز باش يكون العمل فيه على الاستعداد الروحاني لشهر رمضان. بالنسبة للتقويم الشهري حطيته كامل أي 31 يوم، وتحط فيه كما العادة مواعيد العمل، الامتحانات، العطل والأعياد الوطنية. بالنسبة لأهداف الشهر باش تكون تكميلية لخطة الربع الأول من السنة، ومركزة على المجالات الروحية كما الصوم، القرآن، قراءة الكهف كل جمعة، وصلاة قيام الليل تحضيرا لرمضان. الأهداف الصحية باش تكون أيضا الرياضة، رياضة يومية، شرب الماء. وبالنسبة للمجال العائلي باش تكون فما فترة متاع استعداد للامتحانات، وفترة استعداد أيضا لشهر رمضان، تحضير الزينة وتحضير يومية رمضان. بالنسبة للأهداف العقلية، القراءة المبرمجة لشهر مارس، فما القراءة المشتركة مع مجموعة حواء
والكلمات، وفما الكتب المستعارة ضمن البطولة الوطنية للمطالعة، وباش تكون مخصصة أكثر القراءة في مارس على القراءات النسوية أو النسائية. التخطيط الأسبوعي باش نزيد فيه تتبع العادات بشكل أسبوعي، باش يكون قدام كل يوم فما 3 خانات لتتبع العادات اليومية. تخطيط رمضان باش يكون إن شاء الله منفصل في بلانر مختلف، إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان وإحنا في أحسن حال، لا فاقدين لا مفقودين. شارككم إن شاء الله بالتخطيط متاع رمضان في منتصف شهر مارس إن شاء الله. هكا نوصل لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون أضاف لكم ولو القليل. نشكركم على وقتكم واهتمامكم، ملتقانا إن شاء الله في فيديو قادم. من هنا لوقتها ردوا بالكم على روحكم. سلامة.